السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعض احلى محشي بطريقة سهلة، وهنسلق الورق ونقطعه برضو بطريقة سهلة. معايا كرنبتين، هشيل من عليهم الورق الاخضر وهقطعهم. هقطع الراس الاول. انا عارفة ان كلكم بتعملوا احسن مني، بس انا بعمل للبنات اللي لسه مبتدئة واي واحدة برضو عايزة تستفيد. انا هنا بقور الراس من الكرنبايه، هي كلها هتطلع كده مرة واحدة. هتيجي بقى تسلقي الورق، هيبقى سهل بالنسبة لك. ورقة ورقة بتطلع. بحط الكرنباية كلها في المية، احطها الاول على الوش اللي هو فيه العروق، يعني 3 دقايق كده، وبروح قلباها برضو 3 دقايق على الناحية التانية، وبشد ورقة ورقة. لما بتحطيه في المصفى على بعضه ما بيستوي، بيكمل سواء. انا اصلا مش بشطفها، يعني مش دايما بشطف الورق بعد السليق. انا شايفه شاطفه الكرنبايه كويس قبل ما اسلقها. لو الكرنبايه فيها حاجه بقى بعد السليق بشطفها تاني، لكن طالما الكرنبايه نظيفه خلاص. دي طريقه تقطيع، دي اول طريقه سهله جدا، وبتعملي كميه كبيره وانت واقفه، والورق كله بيطلع قد بعضه، ما بتطلعش ورقه كبيره وورقه صغيره. حسب ما انت عايزه بقى، الصباع كبير شويه عايزاه صغير شويه بتعملي. دي طريقه تانية، بتحطي كميه من الورق. انا حطيت 3 هنا، عايزه تحطي اكتر حطي، وبتقطعي كله مره واحده. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش المتابعه واللايك والشير عشان يوصلك مني كل جديد. في ثانيه خلصت الكرنبتين. حطيت حله على النار، نزلت فيها بحته دهنه بتحلي المحشي وبتخليه جميل جدا، وهتنزلي عليها بالزيت وكميه البصل اللي انت مقطعاها. لما بتكتري البصل في المحشي بيبقى جميل جدا. نزلت على البصله بشويه كمون وشويه كزبره ناشفه وشويه ملح. التوابل هنا بتدي للبصله ريحه جميله جدا. هقلب في البصله شويه لغايه ما تاخد لون اصفر ذهبي بسيط. هنزل بمعلقه هرسه الشطه، وهنزل بالطماطم المعصوره ومتصفيه. هنزل بمكعب ماجي، وهنزل بحوالي 3 معالق سكر كبار. وجربوا بالطريقه دي وانت هتاكلوا احلى محشي. هنا كان معايا بقيه البصل اللي انا حطيته في الاول، دعكته بملح وفلفل وحطيته على التخديعه. وهنا حطيت كميه من الخضره شبت وكزبره وبقدونس على الرز وشويه زيت، وهدعكهم مع بعض بالتوابل اللي انا حطيتها في التسبيكه، وهقلب. وهنا كنت بحط في قاع الحله العروق بتاعه الكرنب، بقطعها واحط عليها شويه خضره، بتخلي المحشي طعمه جميل. برضو الصينيه اللي هحط فيها الكوسه والفلفل بحط فيها قلب الكوسه من تحت وشويه خضره. عايزه تحطي جزر بصل طماطم اللي انت عايزاه، وبرص عليه الكوسه. هنا هحط هريسه الشطه برضو على وش الحله بتاعه الكرنب عشان احنا بنحبه حراق شويه، وهسقيه. بس الشوربه بيبقى اول صف دون من المحشي مش لاحقه شوربه خالص، عشان يطلع معاكي مفلفل كده ومش لازق في بعضه. هنا الكوسه اتعملت، حطيتها في الفرن تحت الشوايه، خدت وش جميل هي والفلفل. برضو حلة المحشي مش بنحطها على النار ونسيبها، لا، اول ما بتغلي غلوتين ونوطي عليها شوية كده، بتمسكي الحلة وتهزيها تاني عشان الحرارة فيها تتوزع كلها وتستوي حلو. هنا بعد ما حطيت المحشي شكله تحفة وطعمه أجمل. بالهنا والشفا.